وهكا تضمن انك خيرت التخصص الجامعي المناسب ليك والواقعي والاحسن والمثالي باه ما تتكلحش من بعد سواء في خدمتك سواء في قرايتك وتندم ندم شديد. السلام عليكم ليكيب، في فيديو جديد. اليوم يا ليكيب راح نتحدثوا على اهم فيديو في سلسله تخصص جامعيه. شوف، راح نكملوا سلسله افضل 5 تخصصات جامعيه في الجزائر اللي بديناها، وراح نحكوا على كل تخصص جامعي، يعني 150 تخصص تلقاهم في اليوتيوب باذن الله. اليوم راح نبدو اول حاجه في السلسله، وبالك اهم حاجه في السلسله اللي هي كيفاش تخير التخصص الجامعي وكيفاش تعرف انك خيرت التخصص الجامعي الصحيح والمثالي والمناسب ليك. فما كان لا نطول عليكم، قبل ما نبدا الفيديو حبيت نقول لكم الف مبروك، كل واحد نجح. الف مبروك، فرحت لكم من قلبي. وافرح وعيش واضحك، ومهما كان معدلك، مهما توقعت 16 لقيتها 14 معليش، توقعتها 17 لقيتها 15 معليش، ديت 12 وانت كنت تستنى في 15 معليش، كنت درك فترة انك تعرف تخصص جامعية وتعرف المعلومات وتعرف كيفاش تجمع المعلومات وتخير تخصص جامعي، من بعد تاخذ قرارات. يا نعاود ليبر، نعاود باك حر، ولا نكمل في التخصص تاعي، ولا مثلا اذا كنت تذكر نروح نجاجي نروح العسكر. تمام، ما نطولش عليكم. ابو تحدي جامع الفيديو، تعليق جميل كما انت جميل، حفزوني يا خوتي انه نحب التعليق. خلاص صدقوني نحبهم باه نقرا ونفرح ونتحفزوا فيديوهات يوميا باذن الله، واشتراك في القناه اذا ما كنتش مشترك. ويلا مباشره في الفيديو. شوفوا اخوتي، هما يعطوكم ورقه كيما هذه الورقه يعطوها لكم ما باش وقت الفيديو راح يهبط في اليوتيوب، ما باش اليوم ولا غدوه، المهم على اساس 22 جويليه في تحت التسجيلات الاوليه. في التسجيلات الاوليه السي راح يعطيك ورقه كيما هذه، كل واحد ورقه خاصه به. فلو كان تشوفوا مثلا هنا راهي معدل الترتيب تاعي هنا، هذا ما يعنيش انه مثلا نعطيك مثال. خلينا تلقى التخصص مثلا هنا، شوف علم البيطره مكتوبه بحذاها هنا 1753، هذا ما يعنيش انه معدل القبول راه بعلم البيطره معناتها 1753، لا هذا يعني انه معدل راح نقدر ندخل به علم البيطره تاعي هو هذا المعدل تاعي تاع الشهاده 1753. فهمتوني؟ ماهوش معدل القبول، معدل القبول اقل بكثير من 17. ولا مثلا تلقى حقوق تلقى 17 مكتوبه، هذا ما يعجبه معدل القبول. وحاجه اخرى قبل ما نروحوا كيفاش تخير التخصص الجامعي، حط في بالك بلي هذه الورقه اللي يعطوها لك تاع السيبر ولا عطاك خارج انت من الموقع، مش معناتها انا عندي هنا 195 تخصص، تختلف من طالب الاخر. كاين طالب عنده 50 40 100، انا عطوني 195 تخصص بحكم المعدل تاعي طالع. فهذا ما يعنيش انه التخصصات اللي موجوده كامله هنا راح يقبلوني فيها. فمثلا موجوده هنا المدرسه العليا للاعلام الالي تاع الجزائر العاصمه، ما قبلونيش فيها بحكم تقنيه، هذه اولويه ثالثه وهي موجوده هنا. فهمتوني يا جماعه؟ انا كي 1753 المعدل تاعي يسمح لي انه مدرسه العليا الالي تبان في هذه القائمه، مش معناتها راح نتقبل فيها، هذه لازم تقتنع بها، لحط فهمها بها. فانت اوبليجي عليك تخير 10 تخصصات جامعيه. هذوك 10 تخصصات جامعيه خيرهم بالترتيب يا جماعه، عندك ثم عندك تخيرهمش بالترتيب. لازم التخصص اللي تشوفه انت حاب تروح له واللي تحبه وحاب تروح له صاي ودي تقارن راح تروح له بعد ما سمعت المعلومات كامل، تخيره الاول. فمثلا نعطيك مثال في الورقه هذه تاع نعرفك، نعطيكم مثال ديريكت بالواقع. هذا 10 تخصصات اوبليجي نخيرهم، كل واحد يخير 10 تخصصات. فانت راح تحط 10 كل واحد بالترتيب، هذا نحبه اكثر، هذا نحبه شويه، هذا نحبه لك، يعني بالترتيب. فانا خيرت الاولى هنا استاذ تعليم ثانوي فيزياء بحكم رغم معدلي طالع 1753، ولكن خيرت حلمي الحاجه اللي نحبها خدتها الاولى. تخيل مثلا حطيت حلمي المرتبه الثانيه وحطيت تخصص اخر عني المرتبه الاولى، اول كي تقبل في التخصص هذاك حطيته الاول صايك تروح ليه هو، ما تقدرش تروح اللي تحته. فهمتوني يا جماعه؟ فحطيت هاي الترتيب الاتي، هذا هو معناتها. فانت باه تخير 10 تخصصات هذه اللي هي اوبليجي ومن بعد تروح التخصص الاول. فمثلا ترفض في هذا التخصص، انا مثلا انت ترفضت التخصص الاول يعطوك تخصص ثاني، ترفضت التخصص الثاني يعطوك تخصص ثالث، وهكذا. على هذيك يعطوك يقول لكم عمرو 10 تخصصات. فاون كام ما يطيحش لك التخصص الاول يعطوك التخصص الثاني، اون كام ما يطيحش التخصص الثاني يعطوك التخصص الثالث. هذا علاش. تمام. دروك نروحوا نعطيكم ديك الطريقه كيفاش تخير التخصص تاعك. انت عندك هنا ورقه تاع التخصصات كامله، في بوستين تخصص 70 تخصص الى غير ذلك. واش دير؟ ما تحطش 10 تخصصات برك، ما تحطش 10 تخصصات كيما هكا برك، لا راح تحط قائمه موسعه كيما تاع المنتخب الوطني الجزائري، يحط صح قائمه موسعه فيها 25 تخصص. هذوك 25 تخصص تخيرهم من القائمه ذي الكبيره. 25 تخصص تقرا الاسم وتشوفوا عبالك به، يعجبك كذا منا مثلا انت تسمع كلمه هندسه مدنيه، تسمع كلمه طيران، تسمع كلمه كذا مدرسه الاساتذه شبه طبي. واش دير؟ تحكم كامل، تحط 25 تخصص تكتبهم في ورقه، تحطهم كامل قدامك وتبدا تبحث على كل واحد، تبحث على التخصص هذا الاول والثاني والثالث والرابع. على بالي بلي شوف ماهيش بيزار، روح اليوتيوب تلقى اليوتيوب تاعي تاع واحد اخر بروف اخر، في الانستغرام تيك توك ندير لايف تيك توك يوميا، الانستغرام يخرج لكم في الشاشه كيف على الستوريات اللي ريل، وكذلك ندير فيديوهات في اليوتيوب. فاجمع المعلومات من الحي وانت تلقى معلومه مفيده روح فيها، مش لازم غير بروف عليه فقط، روح لاي واحد. فهذيك 25 تخصص تجمع المعلومات عليهم. تمام، هذه الخطوه الاولى. فبعدها ديك 25 تخصص تقلص القائمه تاعك الموسعه ل 10 تخصصات فقط، يعني انطلاق معلومات تجمع المعلومات ايجابيات وسلبيات، معلومات ايجابيات وسلبيات.
فمن 25 تخصص يصبحوا 10 تخصصات جامعيه، انطلاقا من كيفاش تقلصها من ايجابيات وسلبيات. وانطلاقا ماذا اخر، هو نعطيكم بعض الاسئله سقسوها لرواحكم. هذه الاسئله سقسيتها لروحي انا بعد، حطوا في بالكم انا من رغم رو عندي تخصص احلامي من قبل متزيماني في الليسي، من رغم ذلك راني درت هذه الطريقه. حطها في بالك كبيره، درت هذه الطريقه لانه جات لي شكوك، لانه راح المجتمع تاعنا راح يدير لك الشكوك، يقول لك مدي 17 5 رايح استاذ، تخيل استاذ وتشوف المعلومات كثيره وما تبدا تشرشم وتبدا مخك تبعثر. فانت واش دير ببساطه خلاص انك مهما كان حتى علمك شوف تخصص الاخرين واش راك خاسر. هيا نروح مع بعضنا الاسئله اللي تقدر تسقسيهم من روحك بتعرف تكون خايف تخصص مليح ولا لا. قبل الاسئله حط في بالك بلي لازم تصنف ايجابيات وسلبيات، يعني تحط ايجابيات هنا وسلبيات هنا وتشوف التخصص بعد تقلص من 25 تخصص 10 تخصصات. ثم تسقسي روحك الاسئله التاليه. اول سؤال ببساطه خلاص، هل نحب هذا التخصص ولا لا؟ امر بسيط، اسكو انا نحب هذا التخصص؟ مثلا مدرسه عليا الاساتذه مثلا، هل انا نحب التعليم؟ هل انا نقدر نقرر انك تحب التخصص كدراسه وكعمل؟ درك انا نقرا محروقات، نحب المحروقات ونحب البترول وكل. اما السؤال يبقى مطروح، اسكو نحب نخدم في المحروقات وفي البترول والغاز الى غير ذلك؟ مثلا انا نحب ترجمه، نحب الترجمه خلاص. اسكو تحب الترجمه اللي معاك، تحب اللغات اوكي، اما اسكو تحب تكون مترجم؟ هذه هي، يعني تسقسي روحك بينك وبين روحك هل نحب التخصص ولا عمل فيه. هذا اول سؤال. السؤال الثاني ونعتبره انا اهم لانه دائما على البروف عليه يعطيكم الواقع، هل هذا التخصص يوفر فرص عمل من الاخير؟ وحطها في بالك اللي قلتها من قبل، 3 تخصصات المضمونه في الجزائر، يعني توظيف مضمون مباشر تخرج منها تخدم منها، هما شبه الطبي مدرسه عليا الاساتذه والتخصصات العسكريه. بخلاف هذه التخصصات ما كانش تخصص يخرجك تخدم مباشره. اما ماهوش كل تخصص ماهوش مضمون معناتها راح تخرج بطال، نحام من راسك. مثلا تسمع كلمه الطب في بطاله، مش اوبليجي تخرج بطال، تقرا 7 سنين تخدم مباشره عادي، من هنا المشكل. المدرسه العليا نتاع التقنيه تسمع تقول فيها بطاله وكذا، شو قلت لك فيها بطاله؟ مش 100% فيها بطاله، رزق بيد الله سبحانه وتعالى واشترى منك وانت تقرا قد وتثابر وتبحث بها على خدمه. يعني اشترطك من الاخر حيلي في الخدمه، في واقع تاع لازم تكون حيلي وتعرف كيف تركز على الخدمه. قادر في عامك الاول تلقى خدمه مباشره تدخل 9 10 ملايين راه المشكل. فنحن نحكي هذه حكايه تاع توظيف مضمون ضامن ربي سبحانه من الاخر. فسقسي مباشره روحك اسكو كاين فرصه عمل. فمثلا درك انا قلت لك باللي ماهوش لازم تكون توظيف مضمون، بصح نعطيك مثلا تخصص، مثلا تسمع كلمه علوم الاجتماع في الجامعه ما فيهوش 0% تاع الخدمه تاعو. تسمع مثلا كلمه الري، تخصص تاع الري 0% في الجزائر، فهمتوني؟ وهذه المعلومات من نعرفها، هل اسكو في خدمه ولا لا؟ من اليوتيوب تكتب التخصص يعطوكم فرص العمل، وانا حنديرهم كامل باذن الله ونعطيكم ديريكت الواقع اسكو تخدم به ولا لا. كنت قادر نقول لك بلي علوم الاجتماعي معروف الناس كامل تقرا فيها، نقول لك لا نروح نورمال، لا علوم الاجتماع ماهيش مليحه، علوم السياسيه 0 عمل، بالك 5% انك تخدم بها وصعيبه خلاص ومعرفه ولا غير ذلك، فهمتوني؟ مثلا نعطيك مثلا المحروقات فيها فرص بطاله اكثر من الطب، حطها في بالك مليح. هذه علاش؟ بصح هو تخصص مليح قد يوصلك بعيد، بصح فيه ريسك فقط. علاش ريسك؟ لانه الاولويه تاع المحروقات هي ابناء القطاع، يعني اللي يسكنوا في الصحراء هم اللي يخدموا الاولين. هذه هي. نروحوا السؤال اللي بعده واللي هو هل هذا التخصص مناسب ليك كبنت ولا كولد؟ يعني نعطوا مثال، مثلا نرجع مع تخصص المحروقات بتفهموني، نعطيكم امثله تبسط لكم. فهل يعني كتخدم كبنت يساعدك هذا الخدمه؟ لانه في المحروقات اوبليجي تخدم في الصحراء، الا اذا مثلا صحت لك برا تخدم في قطر ولا في الامارات، وكاين الالات داروها من قبل لانه شاطرين. اما انك بنت تخدم في الصحراء هذه صعيبه انه اسكن انت كبنت تقدر تخدمي في الصحراء او لا، ولا انت كولد هذا التخصص يناسبك. مثلا انت عمرك 22 مش عمرك مثلا 19 ولا 18 ديت الباك جديد، لا عاودت ليبر ولا مدوبلي من قبل عمرك 20 21. فهل تقبلها على روحك انك تقرا 7 سنين في الطب ويخرج عمرك 28 سنه؟ يعني كل واحد وكيفاه، كل واحد وجهه نظر تاعو. كاين هذا يقبل نورمال نخرج طبيب وعمري 28 سنه 29 سنه وراه المشكل، وكاين يقول لك لا خويا انا جماعه حاب ندير دار، حاب ندير طاكسي، حاب ندير مشاريع كذا، فهمتوني؟ فكل واحد وجهه النظر تاعو. ونحكي لكم في الواقع يا جماعه ما تصدموش من بعد. باهي، فديما نقول هل هذا يناسبني او لا خويا. والسؤال اللي بعده اللي هو مهم جدا، هل تتقن هذه المواد تاع التخصص؟ مثلا تخصص يعتمد على الرياضيات، هتتقن الرياضيات؟ مثلا تخصص رياضيات في الجامعه، تخصص انفورماتيك في الجامعه، في زوز يعتمدوا على الرياضيات، في زوز. فهل تتقن رياضيات؟ تكون انت مثلا ناقص خلاص في الرياضيات، تروح مدرسه عليا الاعلام الالي، تروح تخصص رياضيات، تروح تخصص اعلام الي. نفسها في الفيزيك، تروح استاذ فيزياء وانت مثلا استاذ فيزياء تاع التعليم المتوسط 14 تقدر تدخل، وانت ما تعرفش فيزياء خلاص ناقص فيها خلاص. هل تتقن المواد المدروسه؟ هو ماهوش عائق كبير، صح هذا صعوبه نوعا ما. اذا كنت ضعيف خلاص هذيك الماده اللي يعتمد عليها التخصص ما كان لها تروح، هذه باينه. اما راهو كاين فرق بصح، فرق بين انك ما تتقنش هذيك الماده، فرق بين انك ما قريتهاش في الباك ولا ما قريتهاش في الليسي. فرق انك ما تفهمش الرياضيات، وفرق بين انك ما قريتش الرياضيات اما كي تقراها حدي فيها.
راهو فرق. السؤال اللي بعده اللي هو الواقع اكثر بعد ما تخرج، هل ظروف العمل مواتيه وهل الراتب الشهري يستحق؟ درك مثلا تخدم في بلاصه صعيبه خلاص الصحراء ولا في بعيد عن مسقط راسك وكذا، ومن بعد تخلص 4 ملايين ونص. هل الراتب الشهري يستحق هذه الظروف كامل؟ مثلا تروح لطبيب عام مثلا، كان واحد يشوفها نورمال وكان يشوفها لا. طبيب عام تقعد مثلا بورمانونس في الليل وخاصه كامراه يعني، ومن بعد تدي 7 ملايين 7 ملايين ونص. هل هذا الراتب الشهري يستحق هذا عناء كامل؟ ما هوش نقول لكم بلي الطب كذا ولا المحروقات كذا اما نحكي ببساطه بتفهمها انت، فهمتني؟ بتفهمها وتعرف كيفاش تقصي روحك. هل الراتب الشهري يستحق انه هذه التعب كل وانه هذه الظروف القاسيه مثلا؟ هذه روحوا للسؤال الاخير واللي هو سؤال تاع واحد يخزر لبعيد وواحد يشوف يدير مشاريع مش غير يقرا فقط. هل العمل الخاص اللي هو بريفي في هذا التخصص يتطلب مال كثير؟ فمثلا انت راح تقرا بيطره مثلا وحاب تدير من بعد عندك مخطط بيطره الناس كل حاجه قراتها، عندك مخطط راح تحل بريفي من بعد تخدم 5 سنوات، لازم تخدم 5 سنوات في الحكومه في تاع الدوله، بعدها تحل بريفي قطاع خاص وفيه دراهم كثيره. هل القطاع الخاص راح نحله في البيطره يتطلب مال كثير؟ إجابة لا، ما يتطلبش مال كثير. أما بالطب الأسنان مثلا هو تخصص جميل جدا، أما القطاع الخاص فيه يتطلب مال كثير. هذه هي نفسها مثلا الحقوق، تقرا حقوق بعد تحل من بعد كيف بالك توصل بعد بعيد الدكتوراه كذا تولي محامي. هل القطاع الخاص تاع محامي انت كمحامي خاص يتطلب مال كثير؟ لا. هذا هو السؤال، هل كي نحل بريفي وحدي وندير دراهم وندير مشاريع ونخدم روحي ونخدم لروحي هل يتطلب مال كثير او لا؟ فمثلا الطب ولا الجراحه ولا عياده خاصه تطلب مال، والصيدله تطلب مال الى غير ذلك. متفاهمين يا جماعه؟ ونحن نكون لحقنا اخر فيديو، نتمنى انكم استفدتوا، نتمنى انكم فهمتوني بيه واش قاعد نهضر. انتظرونا في فيديوهات قادمه باذن الله، يوميا الفيديوهات راح نكملوا التخصص كامل، التخصص تاع 10 11 12 13 كامل، ونجاوب على كامل اسئلتكم. اللي عنده اي سؤال يهبط التعليقات يحط لنا سؤاله ويحط لنا معدل تاعو الشعبه تاعو والتخصص اللي حاب نحكي عليه في الكومنتار. تعليق جميل كما انت جميل. الله نتلاقوا فيديو جديد. الله.